كنت أظن أنني أفعل كل شيء بشكل صحيح، أجرب تمارين، وأتبع نصائح كثيرة، وأنتظر نتيجة، وأفتكر أنني سمعت تقريبا كل الفيديوهات على يوتيوب عن زيادة الطول، ومع ذلك لم يتغير شيء. في البداية ظننت أن المشكلة في جسمي، ثم اكتشفت لاحقا أنني كنت أرتكب أخطاء بسيطة جدا، وهي التي كانت تمنع أي تحسن حقيقي. دعني أشاركك هذه الأخطاء، لأنك على الأغلب تقع فيها دون أن تنتبه. الخطأ الأول: إهمال وضعية الجسم. كنت أجلس لساعات طويلة وظهري منحني، ولم أكن أعلم أن هذا وحده قد يسرق من طولي. الجلوس الخاطئ يضغط على العمود الفقري ويجعلك أقصر مما أنت عليه في الحقيقة. ما يجب فعله: اجلس وظهرك مستقيم، ارفع رأسك قليلا، تحرك كل فترة قصيرة تصحيح الوضعية، وحده قد يحدث فرقا ملحوظا. الخطأ الثاني: النوم بطريقة غير صحيحة. كنت أنام لكن دون اهتمام بكيفية النوم. النوم على البطن أو بوسادة غير مناسبة يؤثر سلبا على استقامة العمود الفقري. ما يجب فعله: النوم على الظهر أو أحد الجانبين، استخدام وسادة متوسطة الارتفاع، فراش مريح قدر الإمكان. الخطأ الثالث: قلة النوم. كنت أظن أن السهر أمر عادي، لكن الجسم لا يعمل بهذه الطريقة. النوم هو الوقت الذي يتعافى فيه الجسم ويفرز هرمونات النمو. ما يجب فعله: النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، محاولة النوم مبكرا، الابتعاد عن الهاتف قبل النوم.